محمد عساف كان قد طالب وعبر شاشتنا وعام 2010 بالاهتمام بالفنانين الفلسطينيين لأنهم موهوبون ويستحقون ذلك، وبالفعل أثبت محمد عساف أنه موهوب وأنه يستحق هذا، ونال شهرة لم يتوقعها خلال أيام محدودة. هذا اللقاء أجريناه معه عام 2010، نتابع. بصراحة أنه الفن مهضوم حقه في غزة يعني بسبب الحصار ويعني الناس كلها عارفة الوضع هون يعني. بس بصراحة عندنا إمكانيات وعندنا فنانين وبصراحة متمكنين، لكن إنه الحصار مأثر عليهم كثير. نفسنا نطلع برا ونغني أغاني للحب وللسلام زي باقي الفنانين اللي بيغنوا برا، ونفسنا يعني تكون لنا بصراحة إنه نكون زي الفنانين اللي برا وننشهر بصراحة. طبعا يعني نحن بنتمنى لكم التوفيق، وهيدي فرصة لك يعني محمد عبر شاشة الآن. نحن بنقدر هالشيء. ولمين يعني بتحب توجه كلمتك وشو بالتحديد؟ يعني شو طلبك أنت كفنان وكطبعا زملائك الفنانين في فلسطين؟ بصراحة انه احنا ناس يعني فنانين ولدينا امكانيات كبيرة وعندنا اصوات جميلة جدا وبنحب الموسيقى وبنحب الفنون، وبطالب يعني نقابة الفنانين العرب انها تتبنانا لانه احنا بجد يعني يا جماعة اطلعوا علينا، عندنا فنانين وعندنا فن وبنقدر الفن وبنعطي، ونفسنا نكون فنانين مشهورين ونتواصل مع العالم برا والناس تسمعنا. يعني بعض الاهتمام، يعني اقل شيء بقى اقدر اقوله بعض الاهتمام بالضبط بالفنانين هون. عم بتشارك بمهرجانات بتمنى انه محمد؟ يوصل كلامي. ولا هيدا كمان يعني شيء يمكن بانتظار طرحه وبتتمنى انه يصير؟ والله يا ريت بنتمنى، يعني احنا مستعدين نمثل فلسطين في الخارج في جميع انحاء العالم بجد، لانه يعني عندنا امكانيات بصراحه يعني بجد يا ناس طلعوا علينا. احنا شعب عندنا فن، عندنا بنحب الامان وبنحب السلام وبنحب انه العالم كله يسمعنا، بس بصراحه انه مهضوم حقنا هون يعني في غزه، انه ما حد يعني سمعنا، بغض النظر انه احنا يعني مثلا ممكن على صعيد الشخصي انه انا خرجت في مهرجانات مثلت فلسطين، بس يعني ما اخذتش فرصتي كثير انا وغيري. بنتمنى انه تاخذ فرصتك محمد، وانه تكون وصلت رسالتك عبر شاشه الان. بنتمنى لك توفيق لك ولكل زملائك بفلسطين، طبعا تستحقه. شكرا كثير لك على هالمشاركه مع محمد عساف، كنت معي عبر اقمار الاصطناعيه من غزه. شكرا كثير لك. ان شاء الله كل امنياتي تتحقق لانه اخذ فرصته محمد عساف. مبروك لمحمد عساف. علي الكوفيه اغنيه عرف بها ونسمعها، كان قد غناها في برنامج أرب آيدل، وكان قد غناها معنا عام 2010. قبل أن نستمع لهذا الأغنية طبعا نذكركم مشاهدينا بأنه يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. علي الكوفيه محمد عساف، إلى اللقاء.